أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي منصة للجميع، فالكل يحاول أن يثبت ذاته ويلفت أنظار الجميع إليه من خلال تغريداته المثيرة للجدل، خاصة موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والذي ظهر من خلاله الكثير من الشخصيات التي تحاول العبث بأمن وسلامة الوطن العربي، والتي تسيء إليهم وإلى مجتمعهم وإلى وطنهم بالكامل. ومن بين هؤلاء المغردين هو المغرد والكاتب الإماراتي المثير للجدل حمد المزروعي. حمد المزروعي، أو كما يحلو للبعض أن يسميه أفيخاي درع الإمارات في إشارة للناطق باسم جيش الاحتلال الصهيوني، هو من الشخصيات المثيرة للجدل على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي في منطقة الخليج، وتحديدا في الإمارات. والسيرة الذاتية لهذا الشخص تعتبر فارغة إلى حد ما، فهو لا يعدو كونه ناشطا إماراتيا له الكثير من المواقف والتصريحات المثيرة للجدل للكثير من القضايا الخليجية والعربية. برز المزروعي من خلال حملاته المشبوهة التي يشنها على الإسلام والمسلمين تحت حجة محاربة الإخوان المسلمين، وهو من الشخصيات المدعومة من قبل الحكومة الإماراتية، وقد حصل على الكثير من الأموال على حملاته المنظمة التي يطبل فيها لساسة الإمارات وسياسة ابن زايد التوتيرية في المنطقة. لم يتوقف ردح المزروع ونعيقه عند حد معين، فترة يهاجم قطر ويصف قيادتها ونساءها بردح وبذاءات يعجز عنها ردح عوالم الكبرهات بما تحوي من إسفاف وقلة أدب، وأخرى يهاجم الفلسطينيين وحركة حماس التي لا يرقى أمثاله لنعل أبطالها ومجاهديها الذين سطروا بدمهم وجهادهم صفحات عز هي شرف لكل أبي وحر، لكن فاقد الكرامة لا يعرف تلك المعاني، فيخرج ليتباكى على ضحايا المحتلين اليهود ويتهجم على منفذي العمليات الفدائية في تل أبيب، والتي استهدفت مقهى لكبار عناصر جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد، ويصف منفذيها بالإرهاب، وكأن الذين ماتوا من جنود الاحتلال هم أقاربه ومشغلوه. لم يرتدع المزروع، والذي لا يمكن أن يوصف إلا بمغرد الرذيلة والشبق الفكري، وبأمر من أسياده ومشغليه من أبناء زايد، لينبح تارة على الكويت لموقفها المتقدم والرجولي في قضية حصار قطر ومحاولتها لتفكيك الأزمة، بل إنه لم يتوانى أن يهاجم المملكة العربية السعودية ويبرزها بمظهر الدولة الضعيفة التي تدار من خلال قيادة الإمارات، وتارة يحرض على شيوخها وعلمائها الأفاضل بحجة دعمهم للإخوان المسلمين. ويكفي هذا السفيه تاريخه الحافل بالخزي، فقد تواترت الأنباء عن أن حمد المزروعي كان مطلوبا من قبل في قضية مخدرات ونصب واحتيال، وقد تم الحكم عليه بالسجن 7 سنوات وهرب خارج الإمارات. وقد درب حمد المزروعي بشكل فريد ليتمكن من نظم التغريدات المثيرة للجدل حتى يلفت أنظار الكل تجاهه ويسبب غضبهم، لكنه يبقى مستخدما وأجيرا وحذاء لسادته الذين يلقون إليه بالعظام فينبح.